سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ اموركم هانيه؟ صحتكم بخير؟ نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بديت معكم لا فيديو حتى هاد العشيه البنات. المهم هنا كندير شي معنا ديال الكوتي وداكشي، كانوا عندنا شي ضياف وقلت نديرهم معكم هكا في لافيسير وندوز نشارك معكم العشيه ولا غندير للوليدات شنو باغيين، وفي نفس الوقت نجاوب على الاسئله ديال الاخوات. هنا كانوا شي بنات سولوني على الزربيه البنات اللي شاركت معكم ديال بيت الدراري، منين خديتيها وبشحال؟ نسيت ما قلتش لكم. خديتها البنات من القريعه ديال درب سلطان ب 600 درهم. بالنسبه للسبيراتور البنات راه ديك ماشي سبيراتور يلاه شريتها، هذيك عندي قديمه كنت خديتها من بيم، صراحه زوينه وكتنفعني، وان شاء الله السبيراتور اللي باغا ناخذ راه سون فيل. بالنسبه للاخت اللي قالت لي مني كتشري البيجامات كيعجبوني، البيجامات كناخذهم من كراج علال، ملي كنمشي نتقدى بالجمله راه كنتقدى حتى راسي. وبالنسبه لنمره التليفون اللي باغي نمره التليفون ديال النجار، ان شاء الله ملي غيجيب لي النوامس الدراري غادي نشارك معكم نمرته، وغادي نشارك معكم حتى النوامس ملي يكون كيمونطي فيهم. وهنا غنجاوب بعض البنات اللي كانوا كيقولوا لي خديجه حنا بغينا نوريو بحالك، خديجه حنا كنتمناو نصلحوا دويرتنا، نفرشوا صالوننا، نصلحوا كويزينتنا. المهم شحال من وحده باغا تصلح وباغا تفرش وباغا دير شحال من حاجه وما لاقياش كيفاش دير. هاد المشروع دائما كنجيبوا لكم ودائما كنهضر عليه بزاف البنات. منين هضرت عليه دخلوا اشتركوا وخدموا تبارك الله ما شاء الله البنات ما شاء الله. اليوم عاوتاني غنعاود نهضر لكم عليه، واليوم عندي لكم مشروع اللي ديما 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 كنشكروا لكم البنات، حيت كنشوف شي حوايج بعينيا ما كنجيش وكنقول لكم على شي مشروع. شفت البنات تبارك الله ولات عندهم خلصه شهريه كتوصل حتى ل 15000 درهم. كتبدا بواحد المبلغ اللي هو بسيط، وهذا من حد داك انت كتخدمي وانت كيطلع المبلغ ديالك كتولي واحد الخلصه تبارك الله قلت لكم حتى ل 15000 درهم. اش غنقول لكم البنات، واحد المشروع غيكون خطوه خير عليكم. لكل امراه طموحه بغات تخدم وتحقق الاحلام ديالها، خاصكم تعرفوا البنات اي حاجه بغيتوا توصلوا ليها ديروا واحد الهدف بين عينيكم. كيف ما كنقول لكم انا ديما كنقول لكم بغيتوا شي حاجه توصلوا لها خدموا عليها ربي ما غاديش يحشمكم. هاد الخدمه هي شركه اوريفلام، ديما كنهضر عليها. شركه اوريفلام ديال اليوم راه ماشي هي ديال شحال هادي البنات، راه اوريفلام ولات واحد الشركه اللي عالميه البنات، كلشي كيخدم فيها في اوروبا في الدول العربيه فما مشيتي. ما هضرت عليها حتى عرفت الجروب والفريق اللي غنصحكم به، اللي هو فريق متكامل اللي هو نفسه داير اليد في اليد البنات باش يوصلوا داكشي اللي بغاو واللي كيتمناو. غنخلي لكم ان شاء الله النمره ديال السيده او سميتها القائده ديالهم في صندوق الوصف في الفيديو ان شاء الله، باش تدخلوا عندها باش تواصلوا معها وتواصلوا معها. غتلقاوها كلهم اذان صاغيه، يعني لا هي لا الفريق ديالها غيسمعوكم وغيجاوبوكم على جميع التساؤلات ديالكم البنات. غيشرحوا لكم كيفاش تخدموا وكيفاش توصلوا لواحد الصالير شهري. كنقول لكم البنات صالير شهري، لانني كنعرف بزاف البنات تبارك الله ما شاء الله ولاو كيتخلصوا شهريا، وزيد على هدايا، زيد على انك غتولي تاخدي بزاف لي برودوي باثمنه ناقصه على الكتالوج البنات، لانك غتكوني مشاركه. وان شاء الله البنات ما غاديش يحشمكم ربي الا خدمتوا. انا كنقول لكم الا بغيتوا توصلوا، اول حاجه كنقولها لكم ديما هي الصبر. بغيتوا توصلوا لواحد الهدف، بغيتوا تحققوا الاحلام ديالكم، ما عليكم غير بالصبر والخدمه. ماشي تجيك اي عقبه في طريقك صافي تستسلمي وتقولي صافي ما سهلش ربي في هذه او ما نجحتش في هذه. لا البنات، حاولي مره وجوج وثلاثه وربعه وخمسه وسته كيف ما درت انايا. انا يوتيوب فاش بديتو راه ما كنت كنعرف حتى شي واحد دار اليوتيوب نهائيا. مازال انا منين درت اليوتيوب ناضوا بزاف الناس يعني من العائله داروا اليوتيوب، الناس كنعرفهم من بعيد داروا يوتيوب، ولكن ملي درتو انا حتى واحد ما كان حتى واحد ما دارو. ما كنتش كنعرف يوتيوب ولا شنو هو يوتيوب ولا كيفاش نمونطي ولا كيفاش نصايب الصوره المصغره ولا كيفاش، ما كنتش كنعرف. بالعكس درتو انا باش داروه الناس. ولكن الحمد لله ماشي صافي ما عرفتش نبقى باركم ربع ايدي، لا بحثت وقلبت وسولت ودخلت يوتيوب دخلت لجوجل وتعلمت، والحمد لله بزاف د الحوايج وليت كنديرهم راجلي لدرجه انهم كيقولوا لي واش ولدك هو اللي كان كيمونطي لك. قلت لهم انا ولدي كنوريه كيفاش يمونطي، والحمد لله قديت ندير بزاف ديال الحوايج. واخا في الاول كان صعيب باش انك تحققي الشروط. في الاول كان ديك 3 سنين الاولى ما كانش خلصه اللي هي كثيره، يعني 800 درهم 900 درهم، لا طلعت كنطلع ل 2000 درهم. ولكن الحمد لله في الاخر وليت كنتخلص خلصه اللي هي شهريه، وخلصه الحمد لله اللي كتوصل لواحد المبالغ اللي هي تبارك الله كبيره. يعني ما تستسلموش، يعني خدموا البنات، خدموا حتى وحده ما تستسلم. كي اللي كتسمع اوريفلام كتقول لك ايوا صافي. لا البنات، اوريفلام والله القسم الا واحد الشركه عالميه اللي كنعرف انا بنات شخصيا وصحاباتي ويوتيوبرجات تبارك الله ما شاء الله عليهم، والله الا كيتخلصوا خلصه شهريه. كنقول لكم زيد عليها بزاف ديال المزايا دايرين هاد اوريفلام.
غنخلي لكم النمره، دخلوا عند هاد السيده غتواصلوا معاها، هي غتشرح لكم وغتفهمكم وغتبقى معاكم وغتقول لكم كيفاش انكم تخدموا من ديوركم. ما تحتاجي لا تخرجي برا، لا تمشي لشي بلاصه تقلبي على الناس اللي غادي يتقداو من عندك اللي نهائيا. يعني من التليفون كتخدمي من دارك مقابله وليداتك كلشي البنات. وكنتمنى انكم تدخلوا وتفاعلوا معها وتعاونوا ريوسكم. يلا نخليكم دابا وغندوز ان شاء الله دابا باش نشارك معكم الكراطه اللي باغي الوليدات. كيف ما كتشوف باغيين الكوزاميه البنات، ماشي كراطه مع باغيين كراطه كوزاميه. تلفوني هنا البنات غنستعمل صوص بيشاميل جاهزه. هنا خديت نص لتر الحليب، درت عليها البنات الكوزه. انا كنحماق على الكراطه بالكوزه، على الكوزاميه على لا بيشاميل بالكوزه. كتعطيها واحد المذاق غزال. زدت غير الكوزه وشويه الابزار، ما تزيدوش الملحه لان هاد البودر مالحه البنات. ديروا غير الحليب شويه الكوزه الابزار وصافي، وديروا المسحوق ديال البيشاميل وخلطوا مزيان وديروها فوق البوطه. ولكن نقصوا البوطه وبقاو هكا تحركوا حتى تعقاد ليكم. كيف ما كتشوفوا البنات غادي نديرها فوق البوطه ونخليها تعقد. هنا الفريت قطعته، القليه الاولى راه كتقلى، ان شاء الله غندوز ندير حتى القليه الثانيه حتى هي. صافي غادي نبقى نخلط بشويه حتى تعقد ليا. دغيا كتعقد، ما كتاخذش الوقت بزاف. ولا بغيتو تصايبوها بوحدكم بلا ما تحتاجوا ديروا هاد البودر الجاهزه، صايبوها راه ساهله. ديما كنشاركها معكم البنات، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. ديما مره كندير الجاهزه ومرات كنعكز بعض المرات كندير اللي كنوجدو في الدار، بعض المرات كنعكز وكندير الجاهزه. المهم عندي في الدار واجده قلت نديرها. صافي هنا بعد ما عقاده طفيت عليها وغطيتها. صافي هنا البنات الفريس راه كتقلى القليه الاولى، بقات لي القليه الثانيه راها في البانيو كيف ما كتشوفوا. وهنا البنات غادي ناخذ داند فيمي، غادي نحلو وغادي نحاول نقطعو معاكم. كيف ما قلت لكم البنات دخلوا عند هاد السيده هذه، راني غنخلي لكم نمره التليفون في الفيديو وغنخليها لكم في صندوق الوصف، وهي غتشرح لكم وتفهمكم وغتبقى معاكم. ماشي صافي غتقيدكم وغتخليكم تعوموا بحركم كيف ما كنقولوا. لا البنات كتبقى معاكم ان شاء الله حتى كتحققوا الاحلام ديالكم، لانه واحد الفريق كبير، واحد الفريق متكامل كيعاونوا بعضياتهم وكيوقفوا مع بعضياتهم وكيساندوا بعضياتهم، وشي كيوري شي واللي عارف شي حاجه كيوريها الاخر. يعني اش غنقول لكم الناس غيعجبكم الحال. غير ضحليه انت ما غتخسري والو، دخلي وحاولي وشوفي. يعني ما غتقيدي فابور حتى لما بغيتيش كاع تقداي الناس، غتولي تقداي راسك بواحد الثمن اللي ناقص. لان كيفاش كتدخلي تقداي ماشي كتدخلي تقيدي، راه ماشي كتقيدي البنات بالفلوس، يعني كتقيدوا فابور. يعني حتى احتاجيتي شي حاجه، بغات اختك شي حاجه، شي واحد من العائله، شي معرفه، شي صاحبتك، يعني كتجيبيها بثمن رخيص على الكتالوج اللي كيعطيوكم البنات. ابار الهدايا، يعني الا خديتي بواحد الكميه كبيره مثلا تقديتي لك انت وتقديتي لختك وتقديتي لمرت خوك، كتوصلي لواحد المبلغ كتولي تاخدي هدايا روايح بثمن ناقصين بزاف ديال المزايا البنات. صافي هنا شديت دانت فيمي غير حكيتو كيف ما كتشوفوا البنات في الحكاكه الغليظه. صافي هنا درت الفريس بعد ما تقلات ليا كامله، كندير عليها دانت فيمي من الفوق او تقطعوه على شكل طولي كيف ما كيديروا. صافي من بعد غندير صوص بيشاميل. المهم هنا درتها ليهم في واحد المول اللي هو كبير. صافي البنات كنديروا صوص بيشاميل من الفوق على هذا الشكل. صافي كنحاولوا اننا نوزعوها. المهم غندير كل حاجه غندير منها طبقه، يعني غيجيو طبقتين. صافي من بعد كندير طبقه عاوتاني ديال الفرماج. المهم هنا مزيج بالفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر. صافي وغندير طبقه ديال الفريت اللي بقات من الفوق. هنا وزدت القليه الاخرى حتى هي. المهم انا الفريته كنديرها في شبيكه حتى كتسقطر، على باش كنديرها في بابي كويزين البنات. صافي من بعد البنات غنديروا داند فيمي، كتجي رائعه الكوزامي. وعندي انا يا احمد كيحمق عليها، كون صاب ياكلها صباح وعشيه البنات كيحمق عليها. صافي كنوزعوا بهذه الطريقه. صافي وكندير صوص بيشاميل عاوتاني من الفوق وكنزيد عليه الفرماج كطبقه اخيره. الفران ديجا شاعل البنات الفوق والتحت على درجه الحراره 200 درجه. صافي كندخلوها البنات راه تقريبا كلشي طايب، غير كتاخذ ليا واحد اللون ذهبي تحمر ليا هكا من الفوق ان شاء الله ونخرجها. صافي البنات وغندوز ندير لهم واحد العصير ديال الفواكه باش يدوزوها معاهم مع هكا الكوزاميه. صافي غادي نوزعها وغندير هكا الفرماج من الفوق وندخلها الفران. المهم دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف، بالاخص لك الفران هكا سخون راه دغيا البنات ما كتاخذش الوقت بزاف. عرفتي الناس مع مخنوقه الهضره كتهرب ليا.
صافي غندخلها للفران ان شاء الله البنات، وندوز نشارك معكم واحد العصير كيجي رائع. صافي البنات، هنا بعد ما دخلتها غندوز كما قلت لكم نشارك معكم واحد العصير. كندير فيها البنات الكيوي، كندير فيه المونغ، كندير فيه لافوكا، كندير فيه البنان، وكندير فيه الفريز. الفريز ديجا عندي في المجمد، وهذا الشيء كامل البنات كنطحنوا بعصيره البرتقال، ما كنديرش الحليب، نطحنوا بعصيره البرتقال. كيجي صراحه صحي هذا العصير وكيجي بنين، وما ديروش السكر. مثلا الا بغيتو تحليو تقدروا تحليوه بالعسل الحر الا كان عندكم، او تحليوه مثلا بالتمر. السكر نهائيا انا البنات كندير العصير ما عمري درت فيه السكر، لان تبارك الله البنان حلو، الفريز حلو، الليمون خلاص البنات حتى هو حلو، يعني الفواكه تقريبا كلها عندنا حلوه، ما نحتاجوش نهائيا نديروا السكر. ولا درتو السكر عاوتاني فوائد داك العصير مشات البنات، ما بقات فيه لا فائده لا حتى شي حاجه. ما كنصحكمش وديروا السكر لانه هو حلو بلا سكر. وفي حاله بغيتوا الحلاوه ديروا العسل الحر او ديروا التمر حتى هو البنات كيجي رائع. أو تقدروا تطحنوا حتى شويه المكسرات، يعني شويه اللوز شويه الكركاع، كيجي بنين البنات. صافي هنا البنات بعد ما نقيت سميتها الكيوي، درت البنان، درت لافوكا. هنا خديت البنات المونغ حتى هو غادي نقيه، وغادي نزيدوا عليه المونغ البنات راه حلو، غادي نزيدوا عليه من الفوق ان شاء الله. اللي بغات النمره النجار قلت لكم البنات قريب غيجيب ليا النوامس ديال الوليدات، عطل عليا شي شويه لانه كانت عنده شي ظروف خاصه. غيجيبهم ليا ان شاء الله، وغادي نشارك معكم فاش يكون يمونطيهم ليا. في نفس الوقت غادي نشارك معكم النمره ديالو، لان هو اللي خدم ليا البيت النعاس، هو اللي خدم ليا الدخله ديال الباب، هو اللي خدم ليا حتى البلاكارات ديال الدراري. صافي البنات هنا غادي نزيد الفريز ديجا عندي في المجمد. صافي وكما قلت لكم هادشي كامل غنطحنوا بعصيره البرتقال، يعني هكا عصره الليمون وغادي نطحنوا به، ما كنديرش الحليب. صافي هنا غندير القياس وغادي نطحنوا. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هذا الروبو، هذا سميتو تودليش، كنت خديته من واحد الشركه البنات، صراحه صدق زوين، عنده بزاف ديال الاكسسوارات ديالو. ان شاء الله الا مشيت لواحد المحل راه حتى هما كيبيعوه نشاركوا معكم. غير دابا زادوا فيه عصاره الليمون، هذا اللي خديت انا ما كانش فيه عصاره الليمون البنات. بالنسبه للبخي باش خديته ب 600 درهم. صافي بعد ما طحنت العصير درته في القريعه. صافي الكغطا ديالي ان شاء الله راه طابت، غادي نجبدها هكا ونشاركها معكم. هي هذه البنات كيف ما كتشوفوا تحمرات ليا من الفوق، هذه عشيوتهم يعني ماشي كغطا كوزاميه. ما ديوش على اختكم البنات، 4 المرات كيمشي لها الريزو كوزاميه. يلا بنات نخليكم نقول لكم في امان الله.